السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوات امين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشباكيه اللي كتجي زوينه بزاف، هشيشه ومجعبه كيف ما كنبغيوها، بمكونات اللي بسيطه بلا كثره المقادير، وكذلك بلا ما ندلكوها ولا نتعذبوا معاها، وكتجينا مشبكه بلا ما نشبكوها كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو. فإلا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، وكذلك تبارطاجيوها مع الناس العزاز عليكم باش تعمل فائده. ونخليكم مع بقيه الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا كنحتاجوا لها في المقادير الكاس ديال الزنجلان اللي كنسخنوه وكنطحنوه مزيان، كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، 120 غرام ديال الزبده اللي كندوبوها على شكل بوغ نوازيت، كندوبوها وكنخليو حتى كيتبخر هذاك الحليب ديالها، 4 ديال المعالق كبار ديال الخل، كاس ديال ماء الزهر، وكاس ديال الماء ساخن اللي كنديروا ليه شويه ديال الزعفران شعره. انا هنا درت فيه غير ضامه ديال الزعفران، وكميه ديال الماء يمكننا نحتاجوه يمكن لينا لا على حسب نوعيه الدقيق، معلقه كبيره او جوج معالق كبار ما بين نافع وحبه حلاوه او لا غير واحد فيهم، معلقه كبيره ديال القرفه، قريصه ديال الخميره المعجونه قياس حميمصه، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وقليل من الملح. وغادي نحتاج الكيلو ديال الدقيق، انا هذه هي النوعيه ديال الدقيق اللي كنستعمل. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نعجن فيه، غادي ندير فيه الكميه ديال الدقيق، اي كيلو ديال الدقيق الابيض اللي غادي نضيف ليه جميع المكونات الجافه، اي الزنجلان، القرفه، النافع وحبه حلاوه. غادي نضيف ليه في التالي كذلك الخميره والملح، وغادي نخلط كل شيء مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نبدا نضيف السوائل، فغادي نضيف الخليط ديال زيت الزيتون وزيت المائده، يمكن لكم تستعملوا غير واحد فيهم، وغادي نضيف كذلك الزبده. الوغ الكاس اللي مستعمله هنا في القياس هو كاس ديال العنبه اللي فيه 150 مليلتر. ومن بعد غادي نضيف الخل، غادي نضيف كذلك ماء الزهر، وغادي نبقى نضيف هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران او ضامه ديال الزعفران شويه بشويه. الهدف عندنا هو العجينه ديالنا تجمع، بالعجينه ديال الشباكيه ما كتبغيش تكون رطبه، يعني خصها تبقى قاصحه لان مازال غادا تطلق لينا من بعد. والكميه الاخرى ديال الماء اللي قلت لكم في المقادير، يعني هذه كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، يمكن لينا نلحقوا عليها الا كانت العجينه باقي ما تجمعات فكنضيفوا منها شويه، سينو الا العجينه ديالنا تجمعات لينا فقط بهذاك الماء اللي فيه الزعفران او ضامه الزعفران فكنكتفيو به كما غادي يوقع لينا حنا هنا. فصافي على الدقيق اللي عندنا يعني كفاتو هاد الكميه هذه ديال السوائل بلا ما نضيف حتى شي قطره من هذاك الكاس ديال الماء. وكنجمعوا العجينه ديالنا حتى كتجمع، كنشكلوا بها واحد الكريه، ما كنحتاجوش نهائيا كما قلت لكم ندلكوها من قبل، ما غادي ندلكوها ما والو. اون فوا كتجمع لينا كره ديال العجين كنحبسوا وكناخذوا واحد الكيس بلاستيكي وكنخشيوها فيه، وهنايا فين غادي تدلك بوحديتها غادي نخليوها في هذاك الكيس البلاستيكي لمده ساعتين على الاقل، عاد باش نرجعوا باش نخدموها. وهنايا بعد ما كملنا شغلنا ورجعنا للعجينه اللي عجنا من قبل، فدازت عليها تقريبا واحد ساعتين ونص، فغادي نحيدها دابا من الكيس البلاستيكي، غنشكل بها واحد البوده بلا ما ندلكها ما حتى شي حاجه. كيف ما غادي تشوفوا فالعجينه تلقات راسها ولات بحال مدلوكه، غادي نقطعها فقط الكريات اللي غادي نرجعهم للكيس البلاستيكي عفوا، وغادي نبدا نخدمو كره بكره. وهنايا كذلك ما غاديش نحتاجوا الوراقه ديال العجين لاننا غادي نسرحوا العجينه ديالنا غير بالدلاك، كتسرح بكل سهوله. فقط وحنا كنسرحوها بالدلاك مره مره نقادو ليها الجنيبات بيدينا باش كنحصلوا في التالي على واحد المستطيل اللي مقاد، وهكا ما كتشدش لنا العجينه تاع الجناب بزاف.
من بعد ما كنسرحوا العجينه ديالنا تكون رقيقه، فكناخذوا الجراره وكنبداو كنقطعوا شرائح اولا شرائط بالجراره اللي كتكون فيهم تقريبا ما بين سنتيم او سنتيم ونص على حسب كيف ما بغيتو. صافي كنقطعوا هذوك الشرائط هما اللي غادي نشكلوا بهم الشباكيات ديالنا. ودابا غادي نبداو التشباك. كيف ما غادي تشوفوا غادي ناخذ واحد الشريط بالطول ديالو، غادي نديرو على الصبع ديالي الاول على السبابه ديالي ديال اليد اللي كنخدم بها، اي اليد اليمنيه. كما شفتوا غادي نسدو، فقط هنا كيخصنا نسدو مزيان، ومن بعد كندير الصبع الثاني وكندور عليه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كنعاود ندور هذاك الشريط المره الثالثه وكنديرو على الصبع الثالث صافي، وكنسدوه من الفوق. يعني كنلويها على صباعي بثلاثه، كدور ثلاثه دورات، الدوره الاولى على الصبع الاول، الثانيه على الثاني، والثالثه على الثالث. من بعد كنحطوها فوق سطح العمل وكنبداو كنسدو ليها هذوك الجنيبات ديالها، خصوصا هذاك الجنب اللي لصقنا فيه العجينه في التالي كنحاولوا نوركو عليه مزيان باش كتسد لينا وما كتحلش لينا من بعد في القلي. صافي وكنقادو ليها هذوك الجنيبات، كنوسعوا ليها الوسط باش واخا تنفخ لينا في القلي ما ديفورماش. وصافي هذا كيكون هو الشكل ديالها، يعني الشكل ديالها سهل بزاف، غير تبعوا معايا. فاين فوا غتقادوها المره الاولى صافي غتبقاو تلويوها بحال كتلعبوا، يعني غير كنلويوها بسرعه دغيا دغيا كتوجد. غنعاود نقاد معكم وحده اخرى حتى هي بالعرض البطيء باش تشوفوا مزيان. يعني كناخذوا هذاك الشريط كنلويوه، المبدا ديالها اننا كنلويو الشريط على نفسه 3 المرات، كنستعنوا بالاصابع ديالنا غير باش الدوره الاولى كتكون صغيره والدوره الثانيه كتكون اكبر منها والدوره الثالثه كتكون اكبر منهم بجوج، يعني وحده صغيره وحده متوسطه وحده كبيره. داكشي علاش كنستعنوا بالاصابع ديالنا. والتشبيكه ديالها كتجي تقريبا بحال التشبيكه البلديه ديال الشباكيه اللي سبق لي وجدتها معكم في جوج تاع لي فيديو، فحتى هما اللي كان مهتم فغادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف وكذلك في اخر لا فيديو. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين اللي عندي كله. بالنسبه لهذيك العجينه اللي كتبقى ليا في الجنيبات ديال كل وحده، ففي الاخر كنجمعهم كاملين مع بعضياتهم وكيخرجوا ليا واحد الكويره صغيره اللي حتى هي كنعاود نطلقها وكنشكلها بنفس الشكل. ودابا نخليكم مع لا فيديو تشوفوا التشباك من بعد ما درت ليه زوم باش يكون واضح لكم اكثر.
من بعد ما كنكملوا التشكيل ديال الحبات كاملين فكنبداو كنقليوها. كنبداو باللي كملنا في الاول، فكنديروا واحد المقله اللي كنديروا فيها واحد الكميه مهمه ديال الزيت وكنخليوها حتى كتسخن. من بعد كنقصوا عليها النار، كنبداو كنديروا الحبات ديال الشباكيه وحده مورا وحده بالشكل اللي كتشوفوا. وكيف ما شفتوا غير كنديروهم في الزيت، فاش كيطلعوا للسطح ديال الزيت كيطلعوا كلهم فيهم هذوك الجعيبات، يعني كتجي كلها مجعبه. فكنخليوها حتى كطيب على جوايه بجوج، كتاخذ لينا واحد اللون اللي زوين. من بعد كنحيدوها وكنديروها في العسل اللي حتى هو سبق لي حضرته معكم، فغادي نخلي لكم حتى هو الرابط ديال لا فيديو ديالو في نهايه الفيديو، كذلك في صندوق الوصف. عسل اللي كيخصو يكون ثقيل وصافي. من بعد ما كتشرب لينا العسل مزيان كنقطروها. ومن بعد ما كتقطر لينا مزيان فصافي كنحيدوها وكنستفوها فوق شي حاجه، كندريو عليها شويه ديال الزنجلان اللي كنكونوا حمرناه من قبل، وصافي الشباكيه ديالنا كتكون موجوده. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديال اليوم. فكتجي ساهله بزاف التحضير ديالها كما شفتوا، كنلويوها بسرعه وكتجينا مجعبه وشاربه العسل مزيان وهشيشه كما كنبغيوها ولذيذه بزاف. فكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. وإلا عجبتكم هذا الفيديو ديال اليوم فما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا تشتركوا في القناه وتفعلوا الاشتراك ديالكم بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. بارطاجوا لا فيديو مع اصدقائكم وحبابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله. بسلامة.